طلع لنا كمرهم بالفكوس أو قمرهم، أو جبنا قمرنا بالفكوس. والله مثالي مرتب، بحب الأمثال الطازة. شو طازة؟ هذا عزمن سيدك أيام العز، أيام البلاد. أنا قصدي صار لي فترة باكلش أكل مطبوخ، كله من الأرض طازة. مثلا شومر، خسي، شوية خبيزة، فكوس. شو دخلني شو بتاكل يا زلمة؟ انت بتجي لي هيك طب لزق، بعرفش من وين بتفوت على الموضوع وبتخمس فينا. ولك بتفكرني مش فاهم؟ أنا بعرف الخمسة والطمسة والبيضة واللي بضتها. طب عشو بنكال المثل هذا يا فصيح زمانك؟ أنت قل وأنا بقول لك إذا صح ولا غلط. بعيداً عن نغاشتك، في أكثر من قصة للمثل، بس بيقولوا إنه في قرية حمامي، وهي قرية فلسطينية قضى مدينة عسقلان، وأهلها محترمين وشهمين، وفيها تل اسمه تل الفراني، نسبة إلى عيلة الفراني اللي سكنوها. هدول أجوا من جهة المدينة المنورة، وهذا التل سكنوه الكنعانيين كمان. طيب حتى الآن ما عرفناش شو قصة المثل. ما هو مهم أقول لك إنه الأمثال قصص مرات بيخترعوها أهل المنطقة، أو بتصير مرات وإيش وبيهولوا فيها، يعني بيزيدوها حبتين بس عشان يحكوا إشي ينقال وفي نكتة. يا أخي هات من الآخر. بيقولوا إنه جماعة من عسقلان قالوا إنه أهل حمامي سرقوا كمرهم. طب كيف يعني؟ جايك بالخراف. بيقولوا جماعة من حمامي طلعوا على أرض قريبة على عسقلان يدوروا على سخل هاربي، وهم مارقين مرقوا عشو على أرض مزروعة فكوس، إشي من اللي بيحبوا قلبك. حلو. قاموا اشتهوا الفكوس وبلشوا ياكلوا، ولا القمر كان متخبي وطلع وفضحهم وانكشفوا، يعني من ضوء القمر اللي ضوى عليهم انكشفوا. وجماعة من عسقلان فزعوا، شو بتعملوا يا حرامية؟ وهيك صاروا يقولوا طلعنا أو طلع لنا قمرهم بالفكوس. فهمت؟ والله حلو. المهم الفكوس. وفي قصة ثانية بتقول يا أبو فكوس إنه في قريتين والله أعلم، واحدة منهن جلس بلد صغيرة شمال شرق غزة، بعيدة عنها 26 كيلو متر وبترتفع 50 متر عن سطح البحر. مساحة أراضيها 13584 دنم، وحواليها قرى السوافير، عبدس، المجدل، وتقريبا عدد سكانها بسنة 1922 481 نسمة. حكي جواهر، والله حكي جواهر. المهم بيقولوا إنه جماعة من أهل عبدس قالوا إنه أهل دلس سرقوا لهم كمرهم أو قمرهم. كيف يعني سرقوا القمر؟ يعني سرقوا القمر اللي طالع فوق دارهم، فوق أراضيهم. شافوا كم يوم ما طلع القمر، غاب، بيغيب القمر. قالوا سرقوا أهل دلس، سرقوا لنا قمرنا، فضحوهم ويخرفوا عنهم في المجدل وفي قضاء عسقلان كلها إنهم إيش؟ إنه سرقوا لهم قمرهم. المهم يومين ثلاثة ما رجعوش القمر، راحوا جماعة من عبدس هدوا على أهل دلس، شو ما رجعوش القمر، بدهم يضربوهم ويرجعوا القمر تبعهم. وهم رايحين ميلوا على سهل فكوس، والله شو فكوس إشي بجنن طازة كيف بتحبوا. أكلوا ولا القمر طالع، فشو قالوا جبنا قمرنا بالفكوس. يعني حتى قبل لا يوصلوهم من الخوف رجعوا أهل دلس القمر محله. وهم إيش؟ وهم ما تغلبوا ولا ضربوا ولا هجموا، حطوا إجر على إجر، وبالعكس أكلوا فكوس، بس من السمعة بكمية الزلام اللي هجمت من عبدس وقوتهم رجعوا أهل دلس القمر محله من الخوف. فكوس، بصل، بطاطا، خيار. اجت سيارة الخضرة معانا جميع انواع الخضرة. تفضلوا على التصوير يلا، ولا الوضع بصير بطيخة. وحدة بوحدة وحياة راس أبوك، هذا اللي بتفكره صغير، هذا واعي على أيام نوح، يعني كبير بالسن، ويمكن نقولها إنه فاهم كل إشي، واعي، لأنه مش كل إشي بتشوفه قاعد. وأوعك وإياك من وجه السحارة، لأنه تحتها الله يعلم. قال بحطوا الحبل منيح فوق، ومن برا هلا ومن جوا يعلم الله. والسبعة انعام يا حبيبي ما حكينا إشي خلاص، ولو ما هو مش كل وين ما سقط لقط، يعني مش الكل محظوظ وداهي ومحنك زيك. وقف شعر راسي من كتر ما نقيت علي يا أخي. خلينا نحط النقط على الحروف، الله يرضى عليك، لأنه وصلت اللقمة للثم. والماعون الكبير بسع الماعون الصغير، وبلاش تضلك توعدني بالحلق
ما ضل خزوق بداني، وبيقولوها وعدي بالحلق قمت خزقت داني. المهم قصتنا لليوم هي قصة مثل بيقول: أجاك مين يعرفك يا بلوط. بيقولوا في زلمة فهلوي وكان بيستغل الشراية. في يوم أجا حمل كستنة، والناس مش كلها كانت بتعرف الكستنة، فدشعته ما قشعت. نص ساعة العربية خلصت، والناس بيني وبينكم في منها ما كانت لاحق اللقمة لتلحق الكستنة. فالزلمة البياع هذا أسبوع زمن ما أجا حمل من تركيا في كستنة ولا من الشام، بده يبيع كستنة فيش عندهم. في عنده بلوطة جنب الدار، راح لقط البلوط وعبى العرباية بلوط وراح على بلد ما باع فيها كستنة، وصار يقول: كستنة يلا الكستنة. والناس اللي مش عارفة شو الكستنة وشاكة في هالكستنة شو قصتها ومش فاهمة، وإشي سمع بالكستنة إنها زاكي، وإشي صار يشتري البلوط على أساس كستنة ولخة وكايمة. ولا بمرق واحد فتح على البسطة تبعت هالزلمة، طلع شاف هالبلوط على العرباية، قال له: قديش بتبيع هالبلوط؟ فالبياع صار يعض للزلمه على شفته يأشر له: اسكت اسكت، تفضحناش الله يرضى عليك، بظبط لك الوضع، خذ شو بدك. وهيك مع كل المغامزات والوشوشة عشان ما حد يسمع وينفضح، سمعوه شوية ناس مارقة وما فهموا القصة، وفي ناس فهموا القصة. اللي فهموا القصة والنصبي اللي ناصبها على الناس واضحة ما هي مبينة، فهو في هاي اللحظة صار يتمتم ويقول: والله أجاك يا بلوط مين يعرفك. وهيك حكوا الناس كثير وقالوا هالمثل، وهم يضحكوا طبعا من مواقف صارت معهم. وطبعا بيقولوا المثل للي عامل حاله فهلوي وبيعرف كل صغيرة وكبيرة وسايقها، وقال إيش؟ قال: هذا شغلنا ومصنعيتنا وإحنا بنصنعه وإحنا بنصدره. أو زي اللي قال: أنا بشتغل لك شو بدك، أنا بليط وقصير ودهين وهو ما بيعرف إشي وإحنا كاشفينه. أو واحد بيكشف لنا إياه مجربه أو سامع عنه فبيخرفنا عنه وبيقول: لا بيعرف الخمسة من الطمسة. فمنصير نقول بالفلسطيني الكح: أجاك يا بلوط مين يعرفك. وقبل لا أروح تنسوش تكملوا لي المثل بالتعليقات، وإذا حبيتوا شاركوا هالخرافية من أولها لتليها مع أصحابكم. المثل بيقول: لما طلع العرمط، والعرمط عرنوس الذرة من قصلات العرانيس بيعملوا مكانس القش، كانت ستي كلثوم الراغب كانت تمسك هالمصلحة وتكنس فيها الحارة الله يرحمها. لما طلع العرمط ضل 3 كلمات: كملوا وسلامتكم.